ثانيا المراقبة الصارمة لميدان البناء ومحاربة البناء العشوائي والضرب بالقوة على أيدي المخالفين من خلال تفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لما هذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات السوسيو-اقتصادية وحتى الأمنية. وهنا أرى من الضروري أن أفتح القوس لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي تعرفها حاليا جامعة أورير وما صاحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية، والحالة على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية لاضطرار هذا المجال، خصوصا وأن هذه المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم. كما تجبر الإشارة إلى أن العملية ستشمل في مرحلة مقبلة الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي لشمال أكادير، وهي جماعات أمازون تامري وإكسوان، ليتم بعد ذلك تعميمها على مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي للعمالة. ثالثا القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل تمظهرته والمحاربة الحازمة لكل ما يعيق سلاسة الحركة والجولان. رابعا المحافظة الدائمة على جماليات الوسطين الحضري والقروي بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص ومكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها تؤثر سلبا عليها كظاهرة المتشردين والمتسكعين وأطفال الشوارع والكلاب الضالة وغيرها.